السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تحليه كده سريعه وسهله للناس اللي بتعمل دايت. مش معنى ان انت بتعملي دايت يبقى في حرمان ان احنا ما ناكلش حلويات. لا، هناكل حلويات في الدايت ومن غير زيوت ومن غير دقيق ومن غير اي حاجه. اول مره بتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، وما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو. وتعالي نشوف بقى التحليه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وكمان معاها مشروب حلو جدا. المشروب ده بيقوي الخلايا الجذعيه وكمان بيساعد في الحرق. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنجيب بيضتين معانا وهنحط عليهم ظرف فانيليا ومعلقتين زبادي، وهنجيب موزية. موزية مستوية عندك، موزية صحيحة اللي متوفر عندك حطيه. وهنحط معلقتين زبادي كبار وهنضرب كل دول بالهاند بلندر. وبعد ما نضربهم هننزل عليهم بمعلقة بيكنج باودر. حابة ان انت تضيفي كمان معلقتين كاكاو خام، ضيفي معلقتين كاكاو خام. هتبقى عاملة زي الكيك الشوكولاتة، انما انا عاملاها كيك فانيليا بالموز. تحلية سهلة وسريعة، وكمان للناس اللي بتعمل دايت تقدري تاكلي حلويات من غير اي دقيق خالص، من غير اي دهون. وحاجة كده في منتهى الجمال وسهلة ومتاخدش وقت. تاخد في الفرن بالظبط من 10 ل 12 دقيقة على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص عامليها معاملة الكيك. هضيف عليها شوكليت شيبس دارك. لو انتي ما عندكيش عادي ما تقدريش ان انتي تضيفيه، مفيش مشكلة. لو متوفر عندك ضيفيه. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم وصفات تانية برضو سهله وسريعه للناس اللي بتعمل دايت، او انتي لو مقلله اكلك وما بتاكليش حلويات ومخبوزات والكلام دوت. فنقدر ان احنا ناكل كل حاجه واحنا مقللين اكلنا وما نحرمش نفسنا من اي حاجه. هدخلها بقى، كنت مسخنه الفرن، هدخلها الفرن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص. وهتشوفوها بقى بعد ما تطلع عامله ازاي. لا، كمان توبنج كده من فوق، لو انت حابه تعمليه اعمليه، مش حابه خلاص. هنشرب كمان معاها مشروب الكاكاو الخام. تقدري ان انت تضيفي ليه سكر ستيفيا اللي هو السكر بتاع الدايت، او تضيفي ليه معلقه عسل نحل. بس انا بشربه من غير حاجه لما باكله مع الحلويات. حلو جدا وبينشط الخلايا الجذعيه وبيقويها. دكاتره كتير اتكلموا عليه. تقدري تشربي منه كوبايتين في اليوم، واحده الصبح وواحده اخر النهار. حلو قوي وبديل للقهوه. اعمليه زي كأنك بتعملي فنجان قهوة بالظبط. طعمه كمان حلو، وجربوه ان شاء الله بجد هيعجبكم. كمان بينشط الحرق وبيخلي الحرق يعلى في الجسم. اعمليه الصبح بعد الفطار، او خديه مع حاجة حلوة كده من حاجات الدايت اللي احنا بنعملها. وهتلاقي طعمه حلو جدا حتى لو ما ضفتيش ليه اي سكر او عسل نحل. لو انت بتحبي الحاجه مسكره ضيفي له عسل نحل او سكر ستيفيا. كيك طلعت كده من الفرن حلوه قوي وريحتها حلوه. سيبيها تبرد خالص، وبعدين جيبي معلقه زبادي من علبه الزبادي اللي انت مستخدماها، وحطيها على الوش. وحطي عليها بقى من فوق يا اما عسل نحل يا اما رشه قرفه. انا فضلت ان انا احط برضو رشه قرفه علشان خاطر القرفه بتعلي الحرق. فانا كمان بحب طعم القرفه. انت لو حابه تضيفي عسل نحل ضيفي برضو رشه عسل نحل من فوق، بيخلي الطعم حلو. طعمها حلو وسهله وسريعه وبتتاكل وهي بارده. لو تحطيها شويه بعد ما تبرد كده في التلاجة وتاخديها تاكليها، حلوه جدا. ان شاء الله ننزل لكم بوصفات تانية سهله وسريعه للناس اللي بتعمل دايت عشان ما تحسوش بالحرمان. الناس اللي هي حابه تعمل دايت وحابه ان هي تقلل في اكلها وما تاكلش مخبوزات ولا تاكل سكريات، قللي في اكلك وكلي براحتك الحاجات اللي احنا هنعملها من غير دهون ومن غير دقيق ومن غير سكريات. هتاكلي كل حاجة ومش هتحسي ان انتي محرومة من اي حاجة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ومتنسوش بقى لو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل، وما تنسيش تحطي لي اللايك. السلام عليكم.